السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا من جديد في قناه ديلي ويد فاتحه فيديو جديد اللي كنتمنى نلقاكم كلكم بخير وعلى خير. عواشركم مبروكه، العيد ما بقى لي والو، نقول لكم عيد مبارك سعيد بصحيحتكم وبطولة العمر. في هذا الفيديو غادي نحضر معكم الرغايف صباح العيد اللي ضروري كيكونوا في الطابله ديال العيد. رغايف اقتصاديين ساهلين وكيجيو لذاذ بزاف بالنكهه ديال اللوز ما فيهمش اللوز. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايكو واحد الكومونتير زوين بحالكم لاول مره دخل القناه، ديروا ابوني باش يوصلكم جديد القناه، وخليكم معايا باش تعرفوا المكونات. ربعه ديال الدقيق راه تبارك الله كتخرج. كديروا شويه ديال الملح، معلقه كبيره ديال النافع مدقوق، وغديروا 2 نقطات ديال روح اللوز. بهذا الروح كيجي فيهم المذاق ديال اللوز، تقولوا فيهم اللوز. وكديروا 2 نقطات ديال روح الماء الزهر، وما تكتروش لا روح اللوز ولا روح الماء الزهر، وبالاخص روح الزهر. الا كثرتوا روح الزهر راه كيجيو مرين. معلقه كبيره ديال الخل، معلقه كبيره ديال الزيت، معلقه صغيره ديال خميره الحلوى. صافي، وكتعجنوا بالماء بارد. نتوما كتعجنوا كتضيفوا الماء غير شويه بشويه مع الكميه ديال الدقيق قليله. الا بقيتو كتديروا الماء بالكثره راه غادي يجرى لكم، تزيدوا شويه بشويه باش ما تطلقش لكم العجينه وتبقى قاصحه. ومن بعد ما جمعتوها ضروري تدلكوها. كتدلكوا العجينه مزيان، واخا قاصحه راه كتدلك، وكل ما كتدلكوا فيها وهي العجينه كتطلق. صافي، هنا العجينه كي كتشوفوا راه قاصحه ولكن ما تخليكمش. كديروها في البلاستيكه وكتخليوها ترتاح على الاقل واحد نص ساعه. ومن بعد كتاخذوا العجينه ديالتكم كتفرشوا لها المايزينا، كتغطيوها مزيان بالمايزينا وكتقرصوها بالمدلك. صافي، بعد ما ارتاحت كي كتشوفوا العجينه راه طلقات واخا قاصحه، راه ما كتمحنش في التقراص، راه ساهله. صافي، كتقرصوها مزيان بالمدلك وكتعاودوا تزيدوا ليها المايزينا. كتعاودوا ترشوها بالمايزينا مزيان وكطويوها كيف المسمنه على 4. وكتعاودوا تاني ديروها في البلاستيكه وتخليوها ترتاح على الاقل واحد 10 دقائق. ومن بعد ما ارتاحت كتقرصوها عاوتاني بالمدلك والمايزينا. زمان كانوا الناس رغايفة العيد كيعجنوهم في صباح العيد، كيديروا فيهم غير الدقيق شويه ديال الملح وكيتجمعوا بالماء، كيديروهم قريصات صغيورين كرات صغيورين، كيتقرصوا بالزيت كيف المسمنه، كيديروهم كاريات، عاد كيعاودوا تاني يضربوهم ويقليوهم في الزيت، وكانوا كيجيو على مزويناتهم. هنا بعد ما قرصتها مزيان تكون رقيقه ما تخليوهاش غليظه. صافي، قسمت العجينه على 2 وكتاخذوا النص الاولاني وكتلفوا اللفه الاولى وكتزيروا كي كيبان لكم، وكتلفوا اللفه الثانيه. وبالنسبه للفه الاخرى في الحاشيه كديروا الماء باش كيلصق لكم البودان ديالكم وما تحلوش لكم الرغايف ملي يكونوا كيتقلوا في الزيت. وبنفس الطريقه لفيت القطعه الثانيه ديال العجينه، اللفه الاولى والثانيه والثالثه، وبقات ليا شيطه العجينه، وكتبقاو تلفوا حتى كتكملوا الدوره ديالكم. بحال انا هنا شطت ليا العجينه شويه ما جاتنيش الدوره كامله، ماشي مشكل وما تخلعكمش. كتجمعوا ليها الحاشيه ديالها وكتلصقوا بالماء وكتقادوا. راه في الاخر مازال غادي تقرصوها بالمدلك. ديما كتلصقوا بالماء باش ما كيتحلوش لكم الرغيف في الزيت. صافي، من بعد غتبداو تقطعوا. بالنسبه لطريقه التقطاع كتحيدوا الحاشيه الاولى وما تلوحوهاش حتى هي، غادي تضربوها بالمدلك وتقليوها. صافي، وكتعبروا 2 صبعان وكتقطعوا، والقطعه الاولى كتعبروا عليها باش كيجيوكم الرغايف مساويين ومقادين. طريقه سهله واللي عينو ميزان وما يحتاجش يبدا يعبر. وفي الاخر كتاخذوا كل قطعه الا كتحل لكم تلصقوها بالماء، والجهه اللي فيها الحاشيه كتخليوها من الفوق باينه، كتخرجوا الحواشي كيبانوا الحاشيات كي كتشوفوا، عاد كتضربوا الجهه الاخرى. صافي، وكتحطوا الرغيفه ديالكم
حتى كتكملوا العجينه اللي عندكم كامله. طريقه التقراص الحاشيه كتخليوها من الفوق، كتضربوا باش كتخرجوا دوك الحاشيات، وعاد كتقلبوا من الجهه الاخرى. بالنسبه للرغيف كي كتشوفوا انا ما درتهمش صغيورين وما درتهمش ثاني كبار، وكاينين اللي كيديروهم صغيورين كديروا القياس صبع. انا في العود من كنت قطعت 2 صباع، نتوما قطعوا غير صبع اللي بغاوهم صغيورين. حتى صغيورين في الصراحه شكلهم كيجي حلو. صافي كتسخنوا الزيت بعد ما كملتوهم وتكون الزيت سخونه، ومن تبداو تلوحوا تبداو تقليو فيهم نقصوا النار، ما تخليوش النار مجهده باش ما يتحرقوش لكم وكيطيبوا ديك الطيبه الزوينه، كيجي لونهم دابي. ومره ملي كتبداو تقليو فيهم كتبداو ترشوهم شويه بالزيت من الفوق باش ما كيديروش البقالات، لان دوك البقالات راه كيخسروا الرغيفه، ما كيجيش المنظر ديالهم زوين. صافي بعد ما كتنفخ واحد شويه كتقلبوها، كتبقاو تقلبوا فيهم حتى كيتحمروا مزيان. ومن بعد ما كيطيبوا كتحيدوهم كديرهم في الشبيكه يتسقطروا من الزيت، وكتسخنوا شويه ديال العسل وكتبداو تدهنوا كل وحده بوحده بالعسل. ما تطفيوش الرغيفه ديالتكم في العسل كامله، الا طفيتوها في العسل راه كتفرتت ما كيبقاش المنظر ديالها زوين. من الاحسن ديروا هذه الطريقه. وكاينين الناس اللي ما كيبغيوش العسل تقدموهم غير بالعسل راه كيجيو لذاذ بزاف. وكتزين في الاخير بعد ما دهنتهم بالعسل رشيتهم بشويه ديال اللوز ايفيلي والورد اللي عطاوها واحد المنظر زوين. وكتقدموا الرغيفه ديالتكم بالصحه والعافيه. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم. الى عجبكم ما تنساوش لايك وواحد الكومونتير زوين بحالكم. ولاول مره تدخل القناه ديروا ابوني باش يوصلكم جديد القناه. وخليتكم في راحه الله الى فيديو الجاي مع وصفه جديده ان شاء الله.